en Allemagne à l'âge de 26 ans. حبيت نحسّن la carrière نتاعي. J'ai rencontré là mon mari on a eu 2 enfants. من الأول mon premier bébé beaucoup de questions. عندي bébé ما عنديش mode d'emploi كيفاش نعمل؟ ما نعرفش شنو الnormal مش normal. يا أخي normal bébé ديما يبكي، يا أخي normal bébé ما يرقدش، يا أخي normal ديما يقوم. حسيت بالحق من الأول ما نعرفش نتعامل مع البيبي متاعي، حتى كي نشدو نخاف، حتى كي جلات اسكو صحيح هكا، كي تبكي نقول شنو عندها. تعبت على الآخر تا حتى مخي نحسه يولي يخدم au ralenti. وقتها نحس يا ربي كان جات أمي بحذايا راهي نشد شوية البيبي au moins نرتاح ساعة au moins نغمض عيني وواحد يطيب لي الفطور حتى une fois هكا مثال. وديما الحاجة اللي ما عندناش هي اللي بالعسل. نشوف صاحباتي اللي في تونس الدلال وديما البيبي عند ماما وأنا نخرج نمشي نحوس ولا هذيك الكل ما عنديش. نقول اسكو جي في لا بون ديسيزيون؟ السؤال هذاك ديما يقع فما. تعديو العامين ما بتكفي تقولي ماما علاش صاحبتي تشوف مامي وبابي نتاعها وانا لا، علاش نسكنوا بعاد عليهم. حس فما ان سيغتان مون ان طونك بارون قلنا بون بابي ومامي ما نجموش نجيبوهم ديما. هي قالت جو فو اون سور ولا ان فخير اون بوغي بوتيتر. On a essayé, on a essayé. Après 2 ans, j'ai été la sœur, Farhadi, mais la grossesse était très fatigante. J'ai eu plein de complications. Une fois, ça a été l'île, une vraie hémorragie. Eh ben, on m'a dit que les femmes passent. Il fait moins 7 degrés en hiver. Les taxis ne répondaient pas. La zina قيمنا la petite. وهزينا معنا للسبيطار. حسيت قلت الزح ما عندي حتى سند حتى أنا مي بروش عندك شي ثقة نجيش هزيناها معنا. حسيت مرميت قلت مرمتها يعني لبتي وما صارتش مرة بركة في الجروسيس. جات مرتين وديما يجوني دي كونتراكسيون في الليل. قعدوا عندي لي كونتراكسيون كيجي شهر بقت لازم نعملوا اون سيزاريين بروغرامي. On a essayé Omidji pendant l'accouchement. À un moment donné زيد مشى. Bien sûr on se retrouve seul وديما يرجع السبلين هذاك نتاع وحدي أنا وحدي جو سوي تريست يا ربي علاش أنا وحدي علاش ما عندي حتى حد يونسني. وce sentiment là d'être seul de ne pas avoir d'aide ماهوش كان في الحاجات الخايبة وقت اللي نمرض. زيد حتى في الأفراح وقت اللي تفرح نفرحوا وحدنا. يا أنا نقول ماما عيدك مبروك ونشوف فاميليا ملمومة أنا وحدي وبنتي تبكي ورايا وتشد فيا وكل نقول الزح مش خاصني نجيب بحذاك. قبل كنت نقول نمشيو لتونس كل فاكانس نمشيو كل عيد مي سي با اوسي ايفيدون كو سا. يعني انك اولا باش تسافر مع بيبي وباش يولفولك ببلاصه جديده يبشو دي جورني حتى لي غون بارون يتنبزوا. ماما تقوليش بيها ما ترقدش عندي. سي نورمال ماهيش ترقد عندك ما تعرفك. وإون فوا بداو يوالفوا إون فوا بدات القعدة تحلى وقتها فوالا il faut partir c'est ça notre vie. وما كذبش المثل كي يقول il faut tout un village pour élever un enfant. mais là ما عنديش un village عندي أنا وراجلي on est deux. وقتها عرفت قيمة les grands-parents وعرفت قيمة la famille وعندي un sentiment immense تاع culpabilité vis-à-vis de mes enfants. نقول أنا حرمتهم من حاجة هي الفن. وراهو أنا مشيت بعقلية باش نحسن الوضعية ايكونوميك نتاعي لصغاري. et au final on se rend compte اللي فما حاجات très importantes primordiales الشخصية نتاع الصغير نتاعك لا فامي وهذه ما يعرفها الإنسان إلا ما يعيش. حاجة تعبك برشا physiquement et moralement. والغربة c'est un sentiment اللي نحسوه en continu مش تفيق نهار وتقول تيا اليوم ما نحسش بالغربة لا لا c'est un sentiment continu. أما أوقات يكبر وأوقات يوفى شوية ولا يهدى شوية mais c'est un sentiment t'accompagne tous les jours tous les jours.